جون سينا بيسيع والله زي ما بقولك كده، بيسيع على كودي رودز وجماهير المصارعة الحرة في عرض سماك داون في الحدث الرئيسي في فقرة توقيع العقود. جون سينا بيقول لكودي رودز ان هو مش هينفع يصارعه في عرض سمر سلام عشان هو عنده مسلسلات وافلام وتصوير مع شركة نتفليكس، فهو مش فاضي دلوقتي. بس انت هتاخد فرصتك عادي جدا، بس ممكن في باريس في كلاشة باريس عادي جدا او في اي وقت تاني. وبيقول لسان انطونيو شكرا ليكم يا سان انطونيو، انا ماشي. ساب الناس ومشي اصلا. كودي رودز جري وراه، هجم عليه، تصدى جون سينا للهجوم ولسه بيمسك الحزام عشان يضرب كودي رودز. كودي رودز قام ضربه واخد منه الحزام وضربه بالحزام وطلع على الكورنر وعمل له سبلاش، كسر عليه الترابيزه ومسك ايد جون سينا بالعافيه ومضاه بالعافيه وقال ان المباراه دي مش مباراه عاديه، ده مباراة قتال شوارع. يعني قابل بقى يا معلم استخدام الادوات المتاحة والترابيزات والكراسي وكل حاجة انت نفسك تشوفها هتشوفها. هيحاولوا يقدموا المباراة دي احسن حاجة، والتدخلات اهم حاجة هتكون كتير جدا. ممكن تلاقي راندي اورتن بيتدخل، ممكن تلاقي ستون كولد ستيف اوستن بيتدخل، ممكن تلاقي ذا روك اخيرا بيتدخل. والله اعلم، لسه هنشوف ايه الدنيا، بس التدخلات هتبقى اكيدة. ممكن ترافيس سكات كمان يتدخل. كل حاجة واردة بقى في النزال ده بعد القانون الجديد اللي اتحط في النزال. بس برضو ده لا يمنع ان جون سينا هيكسب النزال ده من وجهة نظري. غير كده كمان واضح كده يا جماعة ان كودي رودز الجانب الشرس شوية منه ده هيخليه ممكن يكون مصارع هيل في المستقبل.